اشنو وقع؟ واش هادشي اللي سمعنا بصح ولا مجرد اشاعة؟ واش فعلا البقبوقة وحمو نايضة بيناتهم وموصلينها للطلاق؟ واش فعلا خواتات وصال مخاصمينها وما جاوش يباركوا ليها بالزيادة ديال سعد؟ هادشي كامل غادي نعرفوه في هاد الفيديو. اولا الانسان دائما كيزرع داكشي اللي غرس. اذا غرستي الخير غادي تحصدو، غرستي الشر غادي تحصدو كذلك. اولا نبدا بالتحيه. السلام عليكم الاخوه والاخوات، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشوفوا هذا الفيديو. قبل ما نبداو ما تنسوش ديروا جيم والبارطاج لقناتي وقناتكم بنت الشماليه. شكرا لكم على الانضمام ديالكم في القناه، شكرا على التشجيعات ديالكم، شكرا على المسانده والدعم ديالكم اللي خطيكم. وبلا ما نطول عليكم ندخل في الموضوع مباشره. كيف ما قلت لكم اخوتي، الانسان دائما كيحصد النتائج للافعال ديالو. وكيف ما شفنا مع حمو والبقبوقه حاليا كيحصدوا النتائج الافعال ديالهم، وداك الشيء اللي كانوا باغين العالي والوصال هما اللي طاحوا فيه. كيف ما شفنا البقبوقه هربت على حمو وتشتت ليها العش. راه حنا خوتي والله ما كنتشفاو لان الانسان في الدنيا واللي ما خرج من الدنيا ما خرج من العقايب ديالها. هادشي اللي وصلوا له حاليا بسبب داك الحقد وداك السم وداك الخبث اللي كانوا رافدين لهاد العائلة هادي، واللي ما كرهوش يشوفوهم ديما طايحين. وانما ربي جعل كيدهم في نحورهم، وربي ما غفل على حتى شي واحد. ويا ويل يا ويل يلي ينعس وهو ظالم شي انسان. لان المظلوم الدعوة ديال المظلوم ما بينها وما بين ليس بينها وبين الله حجاب. ربي الحبيب كي ياخذ الحق ديال المظلوم في الدنيا قبل الاخره. دائما المظلوم كدور الدنيا وكيشوف حقه بعينه. وحموه هو اللي صنع الكرة، يعني واحد الكرة صغيرة ديال الثلج و... ولحها من الفوق وهو نزل لتحت باش يتلقاها. واللي كيحفر شي حفرة هو اللي كيطيح فيها. كيقولك غير حفرة غريقة ما تعرفش شكون اللي يطيح فيها. وحنا ماذا بينا وبالفرحات علينا لو كان يعترف بالخطأ ديالو ويعترف بهذا الشيء اللي عمل في عائلته، ويمشي يطلب السماحة من جدو وجداته، ويطلب السماحة من عمه. لأن صراحة حنا كاملين شاهدين والناس كاملة شاهدة على داك الشيء اللي عمل معاه عالي، وداك الوقفة اللي وقف معاه وما خلى ما عمل من جهده لا هو ولا وصال باش يكونوا مزيانين. وانما ضربوا هادشي كامل في الزيرو و... ونكروا هادشي هذا كامل. واللي كينكر الخير غير اللي قليل الاصل. المهم اخوتي نرجعوا لعائلة الازرق ولهاد الاجواء اللي صراحة معيشيننا معاهم فيها، وهاد التقاليد اللي اكثر من رائعة صراحة. يعني كيعرفوا بالتقاليد الجبلية بزاف ديال الناس اللي ما عارفينش هادشي هذا. يعني شفنا معاهم البارح حمام الكاس للنفيسة. الله يعطي الصحة نخلتي الصافية اللي واقفة مع بنتها وعاملة كتر من الواجب. والله العظيم الى الام اللي لا يخطي شي واحد عليه الام ديالو. الله يحفظ جميع الامهات. وكيف ما شفنا الصراحة الله وصال عائلة راجلة مكبرين بها وعائلته حتى هي مكبرين بها، واقفين معاها الوقفة ديال الحباب. معمرين عليها في هاد الأيام هذه. سبحان الله والله العظيم إلى حسونا معاهم بالفرحة وبهاد اللمة العائلة. وواحد واقف مع واحد وواحد كيعاون الاخر.
الله يخليهم ديما مجموعين وديما فرحانين وكيف ما قالت لنا خالتي الصافيه يعني العائله كتقضي الشغل ديالها، لان حنا دابا في موسم الحصاد. يعني دابا اللي عنده شي محصول كيحصدو، اللي عنده اللي زرع يعني القمح والزراع والشعير، يعني دابا كيحصدوا باش يدخل يعني رزقه هاد العام هذا. كيقضيو الاشغال ديالهم، وملي كيساليو كيجيو يتجمعوا في الدار ويعمروا على بعضياتهم. اي والله يدومها يا ربي فرحة ويدومها محبة، ويحفظ كل واحد ليلو عائلته. والمهم اخوتي كيف ما شفنا معاهم داروا الوصال حمام ديال الكاس، يعني كيكمدوا للنفيسه الجسم ديالها، لان النفس ملي كتولد كتكون محتاجه لشي واحد اللي يرعاها ويجمع لها المفاصل ديالها، لان كتكون كامله مفسوخه. و وسبحان الله والله العظيم الا تقاليد اللي مزيونه تعرفنا عليها في هذه المنطقه الجبليه هذه. وتبارك الله على خالتي الصافيه، امراه قاده ومقده عليها. احنا دائما تعودنا على وصال كنشوفوها تبارك الله قايمه بدارها، قايمه بوليداتها وحادقه تبارك الله. كيقول لك قلب البرمه على فمها، تشبه البنت لامها. وسبحان الله وصال كتشبه للام ديالها في الحداقه ديالها وفي الطيبه ديالها. الله يحفظهم لبعضياتهم وشكرا لكم. نتلاقاكم ان شاء الله في فيديو جديد.